حقيقة المباراة وما نحن في أرضية المباراة يجب أن نصفها بما نشاهد وما نشاهد إلى الآن في الشوط الثاني يسر الناظرين يا نصر. خطأ الآن لمصلحة الفريق الأوزبكي. هذا ولدهم، هذا اللي خوفنا والله. كريموف وقفوه والدنيا راح تكون حلوة، بس وقفوه. خطأ لمصلحة الفريق الأوزبكي. ازدادت جماهيرهم بالحضور وبدت شمسهم تغرب. كريموف بيلعبها عالية وعرضية بعيدة يا ساتر، وهدف ثاني لمصلحة الفريق الأوزبكي بالأسلوب المعتاد. الكرات الرأسية بعيدة المدى على القائم الثاني ومن ثم تمريرة إلى العمق، وبالتالي هدف لمصلحة الفريق الأوزبكي في هذه اللحظات. هدف لمصلحة الأوزبك في هذه اللحظات، وبالتالي الفريق نادي بختكور يتقدم بالهدف الثاني في هذه اللحظات. حسافة خصوصا في هذا التوقيت أن يأتي الهدف نسبة لما قدمه النصر، وما كان قريب المنال هو هدف ثاني للنصر، إذ بفريق نادي بختكور الآن يتقدم. لسه المباراة في الملعب. شوف اللعبة عبد الرحمن القحطاني كفرنج سيء في اللقطة الماضية، التغطية ما كانت بالمستوى المطلوب، الالتحام ما كان بالمستوى المطلوب، على الأقل المضايقة، على الأقل الالتحام القوي مع اللاعب كي لا يلعب الكرة على راحته، وبعد ذلك ماكين يشاهد كما كنا نشاهد نحن، وكأن معانا من بعيد طالع والكرة تدخل المرمى وتعلن عن هدف ثاني لمصلحة الفريق الأوزبكي وعن طريق اللاعب ديشي لشود يتقدم الآن لمصلحة فريق نادي بختكور 2.